عندي عربية ملاكي مرخصة باسمي. المهم عملت توكيل بيع لاخويا بالعربية والرخصة كانت لسه سارية. اختلفنا على البيع، عاوز اجدد العربية باسم تاني. فايه المتبع؟ توكيل بيع فقط، تمام، للنفس والغير، ده بيحول دون التجديد باسمك مرة تانية. فلازم الاول تلغي التوكيل البيع دهوت بانذار مباشر لحد محضر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التوكيل دهوت لا يجوز الغاؤه الا بحضور الطرفين، وبالتالي البائع والمشتري بيطلعوا على الشهر العقاري اللي معمول فيه توكيل البيع، يلغوا التوكيل، وبعد ما بيلغوا التوكيل بيعملوا انذار مباشر على قد محضر، والانذار دوت بيروح المرور ويوضع في ملف العربيه عشان اعرف اجدد باسم تاني. طيب لغينا التوكيل، ما ينفعش نروح احنا الاثنين للمرور نمضي قدام الضابط ان التوكيل اتلغى ونجدد عادي؟ للاسف لازم التوكيل دهوت يتعمل له انذار مباشر على قد محضر، ويرفق بالانذار دهوت التوكيل القديم ومحضر تصديق بالالغاء. يبقى التوكيل اتلغى، بخط المرور بانذار مباشر على قد محضر عشان اعرف اجدد باسمي مره تانية. طيب لو التوكيل ما اتلغاش، بالطبع لازم الراجل اللي معاه التوكيل بالبيع يبيع لنفسه. طالما حضرتك اديته مكنه البيع للنفس والغير، يسجل لنفسه تاني بعقد مسجل عشان يعرف يرخص العربيه. انما عاوز ترخص باسمك مره تانية والتوكيل ده موجود، لازم يتلغى الاول من الطرفين في نفس مكتب الشهر العقاري اللي كان معمول فيه، وتخطر اداره المرور بانذار مباشر على يد محضر. تمام؟